الشخص الذي لا يعاشر، اللي محدش يستحمله، اللي الناس تتمنى فراقه. فاتكلم عليه في 3 آيات بيتكلموا عن صفات المنافقين. احنا في عصورنا دي نستفيد منها، بما اننا ان شاء الله ما يكونش في مننا منافقين، لكن الصفات دي صفات تخلي الانسان مكروه في الدنيا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، كلامه في الدنيا حلو، بيفهم في تخصصه، بيفهم في شيء نافع في الدنيا، وده شيء جميل على فكرة. لكن الإشكالية أنه جذاب من بره في كلامه، لسانه حلو، ويشهد الله على ما في قلبه، يعني يقول أقسم بالله أنا صادق، وهو ألد الخصام. تيجي تتعامل معاه أو تستأمنه على بنتك في الجواز، على التجارة لو شريكك، على الصداقة والأسرار، يحلف لك أنه صادق وهو ألد الخصام. الألد يعني الشديد، والخصومة هي الأذى اللي بيطلع من البني آدم لما بيختلف مع حد، شديد الخصومة. والخصومة لما بتبقى شديدة، الإنسان ممكن يكذب علشان يثبت إنه صح عشان ينتصر، ممكن يستغل أسرارك عشان يفضحك قدام الناس فيبان إن أنت غلطان رغم إنه هو اللي غلطان. ممكن يحرمك من بعض حقوقك أثناء الخصومة، وبتحصل في شراكات الشغل، وبتحصل قوي في الجواز، إن إحنا بنستغل العيال أو بنستغل الاحتياجات المالية. ممكن بني آدم تاني يعتدي بالإهانة، سواء الإهانة اللفظية أو الإهانة الجسدية. وكأن البني آدم زي ما بيقولوا كده، عند الفراق تظهر الأخلاق. الناس بتقرب مع بعض بالحب واللطف، ولما بتفترق بيبان معدنهم. فربنا بيقول الصنف ده صنف ربنا ما بيحبوش، لأنه في الآخر توعدوا بالنار. ومن الناس من يعجبك قوله، عشان كده دايما يقولك ابقى خد وقتك في التعرف على الناس، مش بس باللسان الحلو. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى يعني غضب، يقولك تولى هنا يعني اداك ظهره ومتضايق. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. يهلك الحرث والنسل يعني يقطع أسباب الخير. وكان النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله مغلاقا للخير مفتاح للشر. يقفل أبواب الخير وما يقولش خيرك، ولما يشوف منك حسن يكتمها ويطلع كل عوراتك وأسرارك بره. فبيقول هنا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. الحرث والزرع، والنسل هو الخلفة بتاعة الإنسان أو الحيوان. وهنا كناية عن إنه ما بيسيبش شر لو بيعمله. ويهلك، ممكن بقى إيه زي ما قلت لك، يغتابك في كل مجلس، يطلع أسرار معينة أنت استأمنته عليها، يوقع بينك وبين حد في الشغل فيضربك في رزقك. فبيقول له والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله، لما تفكروا بربنا بيحط تذكرة ربنا في كفة، ويحط شره ومصلحته وانتقامه في كفة، فيرجح انتقامه. لما تقول له اتقي الله يشوح بايديه، يا عم كأنه عايز يقولك يعني ما قلتليش كلمة هزتني قوي، فكرني بربنا ما حركتنيش قوي. فربنا يقول لك ايه؟ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، مش أخذته الخشية من ربنا. وإن كأنك ايه، عارف لما تقول لواحد متعصب صلي على النبي، فيقول لك عليه الصلاة والسلام ويسكت كده، ليه؟ ذكرته بعظيم، فحضور ذكر النبي سكته من غضبه. ده بقى حضور ذكر ربنا خلاه يزداد قلة أدب ويزداد اعتداء. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. كان الصالحين زمان لما حد فيهم، تنسب هذه القصة لعمر بن عبد العزيز أو هارون الرشيد. مرة أحد الناس وكان يهوديا ليه حق معين وما كانش ليه حق، هو شايف أنه ليه حق ومالوش حق، وكان ظالما. فمعدي كده هارون الرشيد فقال له اتق الله، فنزل هارون الرشيد وقام ساجد في الأرض. فأصحابه قالوا له انت ازاي تعمل كده، هو أصلا ملوش حق. قال عظمت ربي في قلبي فما أكون أبدا كمن قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. هو الراجل فكرني بربنا، بغض النظر هو صح ولا غلط، كلمة ربنا لما تيجي سلوكي يتغير، يحصل شيء كده من احترام ذكر الله. فبيقول وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم، يعني آخره هي جهنم اللي يستاهلها.
فحسبه جهنم ولبئس المهاد. المهاد يعني الفراش. عارف لما انت بتروح اخر يوم تنام في فراشك في مهادك كده، يبقى ده مأواك بقى اخر اليوم بقية الليل، اهو اخر حياة الشخص المفتري. هو طبعا بيتكلم على منافق هنا نفاق الاعتقاد، يعني اصلا ده كافر، يعني بيبطن جوه قلبه الكفر ويظهر الايمان. فربنا بيقول اخره في الاخرة هيكون النار. 3 صفات. الصفة الاولانية هي الكذب، مش واضح، بيحلف بالله كذب ويشهد الله على ما في قلبه وهو بيحلف كذب. الصفة الثانية شديد الخصومة، بيفتري ويفضح ويفشي الأسرار ويهين ويحرم من الحقوق. 3 صفة ملوش كبير، لما يتقال له اتق الله يزود في سوء أدبه مش يرجع. دول 3 صفات للشخص الذي لا يعاشر، اللي ذكروا في الآيات 204 و205 و206 من سورة البقرة. صباح الفل والخيرات والبركات، أشوفكم المرة الجاية إن شاء الله على خير.